فرجعوا بالحرب الباردة، حب المادة والشهوات، إدخالهم في الخلاعة، في حب الدنيا، في المعاصي، حتى لا يفكر الشباب اليوم بالقتال والجهاد. والله يا إخوة هل تبقى عقول لأمة الإسلام ولشبابها؟ الناس قتلوا في غزة ويذبحوا ويحرقوا وتنتهك أعراضهم وهو جالس على شاشة المباراة. أين الغيرة؟ أين الحرقة على الدين وأهل الدين؟ أغرقوهم في حب المادة والشهوات. وإذا انهزم فريقه يبكي حرقة من قلبه. بعضهم إذا كانت زوجته تشجع فريقه يطلقها، إذا انتصر فريقها وكادت له وضحكت عليه. أين الشباب؟ أين أمة الإسلام؟ ونريد النصر، ثم يجعل عنوان بعد ذلك لكن لا يا غزة. وين راحت؟ إلى أين؟ سوق القات. لكن لا يا غزة، الله يعينك. وين رايح؟ شاشة المباريات، السينماهات، أضياع الأوقات. لكن لا يا غزة. وأنت إلى أين تذهب؟ لها الله. وأيضا جعل الله عز وجل، الله قادر أن ينصرهم، لكن أراد أن من عباده أن يقوموا لهذا الدين وينصروا هذا الدين ويكون لهم التمكين. حالة اليوم، حالة الأمة الإسلامية حالة يرثى لها اليوم. كما يقول القائل: بكى الخنفوس لما جندوه وساقوه إلى ساحل الجهاد، وأضحى يلطم الخدين حزنا كأرملة أقامت في الحداد. فأعط الخنفوس المخبول مشطا ومرآة فذاك من العتاد. حرام قتلك الحشرات ظلما وآلاف الخنافس في البلاد. الخنفوس نوع من الحشرة، خنفوس يسمى الخنفوس، وشبه هذا المائع بهذا الخنفوس. قال: حرام قتلك الحشرات ظلما، الخنافس هذا، وآلاف الخنافس في البلاد. إذن إذا أردنا أن يمكننا الله نرجع لهذا الدين، نتعلم كتاب الله وسنة رسوله، ونعلم أن الذل والصغار كما قال عليه الصلاة والسلام: كتب الذل والصغار على من خالف أمري.